يعني يا ماما ليه كلهم آدم وريانا وكلهم بيلبسوا أغراض العيد جداد، أما أنا القديمات أنا إلي أسبوع بستنى تيجوا. طب اسمع قدوم، احكي هاي للمتابعين. هاي. اسمع، حفظت آية الكرسي؟ أها. لأنه عند آدم تسميع، صح يا آدم؟ احكي للمتابعين إنه عندك تسميع في المسجد إذا بتحفظ آية الكرسي، صح؟ إيش بصير؟ بطير وصاري. طيب يلا حفظتها؟ طيب يلا سمع لنا إياها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بيديهم وما خلفهم يأتون بشيء من؟ علم؟ نعم يعلم ما إلا بما شاء. إلا بما شاء وسع كرسي السماوات وما في الأرض يؤودها حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الله يرضى عليك ويبارك فيك. طب قدومة، متذكر الشغلات اللي حجزناها من شيئا؟ أوعي إلك ولتالين ولريانا وألعاب لإلك كمان. وصلوا. استنى قبل ما تروح تحكي لتالين، بدنا نعمل فيها مقلب، ماشي؟ أنا وياك هلا بدنا نتفق إيش بدك تحكي لتالين وأنت بتروح تخبرها، ماشي؟ تعال أحكي لك إيش بدنا نعمل. تعالي تعالي شوف وصلوا. واو آدم، والله أنت بتصور مرحبا جايز. هذا أغراض شيء. وصلوا الأغراض اللي حجزتيها. يلا نحب السيارة. جايز أنا الأولى أبلش من عندي. هاي لأختي نانا. هاي هيك بنلبسها على الراس مشان تكون عليها حلو زي الطاق. كيوت وأحلاها كتير صغيرة حلوة. هاي لأختي الزغنوطة. هاي أنا ما حجزتها. طب افتحيها شوفي ايش هي. طب ماما هاي لمين؟ والله حلوة، انت حجزتيها؟ لا. كيف لا؟ اشوف افتحيها على قدك ولا لا؟ واو شو حلو. ماما ايش؟ يعني ايش بالغلط واصلتنا؟ طب ماشي، شوفي اشي تاني اشوف ايش فيه. جبت كمان هيك ميني شنطة صغيرة كتير. هاي ما كتير حلوة وصغيرة وبس من جوا كمان فيها شوية وسع. وكمان هيك وكمان جبت كفوف افرجيكم هذول الكفوف كتير حلوات. هذول مش زي الكفوف العاديات، افرجيكم اياهم البسهم. كتير لونه حلو، رح ألبسهم على العيد لأنه حلو وبرتاح. شوفوا شوفوا هيك، وهون زي جزدان وبتقدروا تفلتوها هيك من هاي وتلبسوها هيك مشان ما تبردوا. كتير حلوات. ايش هاد؟ كمان هودي؟ صغيرة. وكمان هذه حلوة. لا يا تالين على قدك بتيجي. لا بس ماما أنا ما حجزتها وما بحب هذا اللون. يعني ايش مخربطين بالطلبية؟ اشوف ايش في كمان شغلات. هذا إلي. واو هذا اللي طلبتي صح؟ مع انه عندك مثلها بس طلبتي كمان واحدة. كمان واحدة طلبت لأنه خلص عندي السنة. وهاي إلي وهاي لا نركبها. وهاي لأختي. كالجوتكي هدولا. شو كيوت حلوين هدول. طيب ايش طلع كمان بالكيس عندك؟ هذا إلي. هذا يكتب علي أنا بس أنا أطول. على لون طقمك يس. طيب وايش ضل عندك؟ بس ما ضل إشي، بس أنا مش متأكدة لمين
هدول يعني؟ مش عارفة إذا خربطنا بالطلبية ولا لا. خلينا نشوف. أي يلا قدوم. إيش آدم عندك معك طلع في كيس؟ واو إلي إيش هاي؟ بلوزة. شوف محلاها. او ماي جاد. هاي تلين. أشوف. ما هي هاللي بالسكتالين هاي مش إلي. ولا إيش هاي لمين؟ أنا ما طلبتهاش. هذه لبسة نانا. هاي لبسة نانا. محلاها كتير كيوت. واو. هذا للبرشاتكي لمين؟ بعد هدول هيك بعملوا. هاي لبستك؟ لا ماما طلبتها. عن جد يا تالين شكلنا مخربطين بالطلبية احنا. بس لا، هاي اغراض ادم وصلوا، اغراض كمان ريانا وصلوا. عن جد انه حلو. بس مش إلي. ماما وين أغراضي؟ مش عارفة تالين، مش عارفة. طب اسمعي، هلا بتواصل مع شركة التوصيل بشوف اذا مخربطين بالطلبية ولا لا. لا ماما بديش، يعني أغراض آدم وريانا وصلوا، أنت هتشتري لي إياهم هدول مش أنا. تالين ما بعرف وين الخربطة صارت. طب اسمعي، انت اصلا عندك طقم من السنة الماضية ما لبستي. يعني يا ماما ليه كلهم آدم وريانا وكلهم بيلبسوا أغراض العيد جداد، أما أنا القديمات أنا إلي أسبوع بستنى تيجوا. طب اسمعي، هذا الهودي كتير حلو. شوفي هذا الهودي كتير عجبني. طب كتير حلو بس صغير. لا مو صغير، اسي بيجي عليكي. شو نمرته بس؟ على بنطلون جينز بيطلع كتير كيوت وحلو. عمر 7 سنين، أنا عمري 7 سنين. طيب يا ماما مش مشكلة، بيجي عليكي خلص سلكي فيها اليوم. 7 سنين 7. بعدين هاي هودي على جينز مش لبسة عيد. مامتي كتير متضايقة بتعمل بالأساور. نروح نحكي لها انه اوعيها جوا. طيب يلا تعال. لساتك زعلانة؟ طب اسمعي روحي افتحي خزانتك بتلاقي لبستك هناك. لبستي القديمة حطت لي اياها هناك. لا لبست الشيء اللي احنا ضبيناها هناك. انت حاطة قديم. طب روحي شوفي. لساتها زعلانة. روحي. وين؟ بأي خزانة؟ أكيد يعني بتنزل علي. صح آدم؟ لا في هدية؟ مش متأكدة أنا. لبست شيء يعني هلا انبسطتي؟ خلاص هلا بلش العيد عندك؟ هلا بلش العيد. يلا يرضى عليكي يا ربي. هيك اكتمل لك هلا. شوفوا انا بدي هلا اروح اعمل اساور على لون لبستي، وانتوا عارفين يعني لون لبستي اسود وابيض، فهلا بدي اعمل خاتم الي اسود وابيض واعمل هدايا لبنات خالاتي. بس جايز افرجيكم انا جبت اظافر مشان يكتمل لك ويصير كتير حلو، وفيه هون مبرد وفيه مشاد وايش كمان جلو اظافر، هيو كله بكيس وفيه هيك بجنن بيج صغير وكتير حلو الصراحة. فكل عام وانتم بخير للكل. الله يتقبل الطاعات والصيام والصلاة وقراءة القرآن، والله يحط لكم الأجر والثواب يا رب.